السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ نبتدي الفيديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض اكله كده، مش عارفه بقى، انا مش متاكده اذا كانت سعوديه ولا ليبيه، بس انا اسمع ان المبقبقه اكله ليبيه، بس هم هناك بيعملوها باللحمه، احنا هنعملها بالفراخ. جربتها وطلعت فعلا طعمها جميل وتحفه وموفره في نفس الوقت. احنا معانا صدر فرخه مقطعينه مكعبات ونقعينه في محلول النقع بتاعنا. هنحط معلقتين من الزبدة على معلقتين زيت، وهنحط عليه فلفل اسمر وكزبرة ناشفة بس وملح، وهنبتدي نشوحها بالزبدة والزيت كده. حاجة جديدة وفكرة جديدة وسريعة وحلوة وموفرة في نفس الوقت، وهتعرفي تعملي فطار حلو برضو لعيالك. بس تقطعي المكعبات بتاعة الفراخ بتبقى يعني متبقاش صغيرة قوي عشان ما تنهرش منك لما تستوي. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. احنا بدأنا في العشر الاواخر، كل سنة وانتم طيبين. بصوا يا حبايبي كده احنا بنشوح فيها، واحنا معانا بقى هنا بصل وطماطم وفلفل سبايسي، ما بنحطش عليها توم. هنبتدي نخرط البصل بتاعنا. معانا 4 بصلات، 3 بصلات هنخرطهم مكعبات صغيرة، والفراخ كده بتتشوح معانا. بس لازم تخرطيها، ما ينفعش نضرب بالكبة لان هي متبقاش ناعمة. لو بقت ناعمة خالص هتتحرق منك مع الفراخ، لان احنا عايزين ندي البصلة لون شوية. معلش اذا كان صوتي مش واضح، تعبانة شوية. جربوها، وفطار حلو النهاردة وخفيف وسريع وفي نفس الوقت مش مكلف. بصوا يا حبايبي احنا بنديها كده، بصوا هنديها لون كده مع الفراخ واحنا بنشوح برضو الفراخ. ومقطعين معانا طماطمتين مقطعينهم مكعبات، وقرنين فلفل سبايسي. لازم ان الفلفل يكون حامي، ما في دي بقى مش اختياري. الفلفل لازم ان حاجه تكون حاميه فيها، بتدي طعم جميل ونكهه في منتهى الجمال. والله كانت طعمها في منتهى الجمال، بألف هنا وشفا يا رب للي كلها واللي هياكلها واللي هيعملها فعلا. ولو جربتوها قولوا لي في الكومنتات، طعمها فعلا كان جميل 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 يعني، وعجب الاولاد خالص. بصوا يا حبايبي كده بتبتدي تدبل، ومعانا كيس من الصلصه. يبقى احنا حطينا صدور الفراخ. عندك فرخه برضو كامله عايزه تخليها وتقطعيها وتعمليها كلها في قلب بعضها، ما فيش مشاكل. انا كان عندي صدر فرخه وعملت بيه احلى فطار. ومعانا الطماطم بتاعنا اللي احنا ضربنا، يبقى مكعب صدر الفرخة الكامل، معاه طماطمتين مبشورين متقطعين او مبشورين، ومعاه 3 بصلات وقرنين فلفل سبايسي، وكيس صلصة او معلقتين صلصة من عندك من اي برطمان، وطماطم تكوني ضربها في الخلاط. لازم الطماطم بتاعتها تكون كتيرة، وتسيبيها تاخد وتدي مع بعضها كده وتستوي خالص. ومعانا المكرونة بتاعتنا كنا سلقينها. بصوا أكلة جميلة وخفيفة وبسيطة، والفيديو يعني مش طويل عليكم عشان تعرفوا تتفرجوا عليه وتعملوا الوصفة ديت. هتبقى سهلة معاكم وبسيطة وموفرة ومش هتاخد منك وقت. احنا عارفين ان احنا بنيجي في الاخر كده بنبقوا ايه، مهبطين، وما احناش عارفين لا نفكر لا في اكل ولا في شرب، ونبقى مجهودنا بدأ يقل. فدي سهلة معاكي وحاجة حلوة. هتعملي برضو فطار حلو لعيالك جنب بطاطساية او كيس شيبسي، حتة مخللة. بصوا حبايبي، والعصير بتاعك، وطبق سلطة
وهتاكلي وبألف هنا وشفا، وكانت طعمها والله زي العسل. كل سنة وانتم طيبين. لو عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك، كومنت حلو، شير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد.